الرواية كلها معمولة من تفاصيل صغيرة، شغل، تعب، علاقات، خيبات، محاولات محدودة، أمل صغير جدا، أمل بحجم حبة رمل، بس الحبة دي موجودة. وده اللي مخلي الرواية مش سوداوية رغم إنها قاسية، لأنها بتراهن على حاجة واحدة بس: الكرامة. إنك تفضل إنسان حتى لو خسران، إنك ما تتحولش الوحش علشان الدنيا وحشة، إنك ما تبيعش نفسك علشان ترتاح، إنك ما تكسرش ظهرك علشان ترضي حد. لايف بتقولك إن القيمة مش في إنك تطلع من الفقر، ولا إنك تبقى غني، ولا إنك تنجح. القيمة في إنك ما تنزلش تحت حد معين جواك. الحد ده اسمه أنا لسه بني آدم. ودي فكرة فلسفية تقيلة جدا، لأن أغلب الناس فاكرة إن الكرامة رفاهية، أو إن الكرامة بتيجي بعد النجاح. الرواية بتقولك العكس: الكرامة هي اللي بتخليك تكمل حتى وإنت مش ناجح. الرواية كمان بتكسر وهم خطير جدا، وهم إن التعب دايما بيؤدي لنتيجة. لا، أحيانا التعب بيؤدي لتعب أكتر، وأحيانا التعب بيؤدي لصمت، وأحيانا التعب ما بيؤديش لأي حاجة غير إنك تكبر سنة وتنام بدري أكتر وتحس بوجع في ظهرك. بس هل ده معناه إنك ما تعبتش؟ لا، معناه إن الدنيا ما وعدتكش بحاجة من الأول، وإنت كنت فاكر إنها وعدتك. ودي واحدة من أقصى لحظات الوعي في الرواية، لحظة إنك تفهم إن الحياة مش مدينة ليك بحاجة، لا حب ولا عدل ولا تعويض ولا حتى تفسير. الحياة بتمشي، وإنت يا تمشي معاها يا تقع، ولو وقعت محدش هيوقف الدنيا علشانك. الرواية دي بتوجع لأنها بتفكك فكرة البطل. مفيش بطل، في إنسان، والإنسان ده مش مطلوب منه ينقذ حد ولا يغير العالم ولا يبقى رمز. هو مطلوب منه حاجة واحدة: يعيش. يعيش وخلاص، يعيش من غير ما يكسر غيره، من غير ما يبيع نفسه، من غير ما يتحول لمسخ. وده أصعب بكتير من أي بطولة. لايف كمان بتفضح فكرة إن الفشل عيب. في الرواية الفشل طبيعي، عادي، جزء من المشهد. الناس بتفشل وبتكملي، وده مش مشهد درامي، ده مش مونتاج، ده واقع. في الرواية مفيش موسيقى لما حد يقع، مفيش لقطة بطيئة، مفيش تصفيق، في بس استمرار. وده اللي مخلي الرواية دي مؤلمة لأي حد متعود على القصص الملهمة، لأنها بتسحب البساط من تحت الحلم الجميل، وبتقولك مش كل الناس هتوصل، بس كل الناس لازم تعيش. والرواية بتطرح سؤال فلسفي تقيل جدا: هل الحياة لازم يكون ليها معنى كبير علشان تستحق إنها تتعاش، ولا مجرد العيش كفاية؟ لو ياو ما بيديش إجابة مباشرة، لكنه بيميل لفكرة إن المعنى مش في الإنجاز، المعنى في الاستمرار، في التفاصيل الصغيرة، في إنك تصحى، تشتغل، تحاول تحافظ على حد أدنى من الإنسانية.